تخيل تصحى يوم وتكتشف إن أكتر حد قريب منك وبيفهمك مش إنسان. وقتها هل هتحبه ولا هتتخلص منه؟ في مسلسل الغموض بلاك ميرور كانت في حلقة بعنوان بي رايت باك، كانت بتحكي على اتنين متجوزين جدد، وبعد فترة قليلة الزوج اتوفى في حادث. بعد وفاته زوجته كانت عايشة في وحدة وحزن عليه، لحد ما واحدة صاحبتها تنصحها إنها تنزل تطبيق ما. فكرة التطبيق باختصار إن هو أنت تقدر تديله معلومات عن شخص معين ويتصرف زيه بالظبط. فالأول الزوجة كانت معارضة الفكرة، ولكن مع الوقت بدأت تجرب الأمر، نزلت التطبيق ورفعت شوية بيانات عن جوزها، وهوبا بقى عندها شات صوت وصورة واتصالات من خلال الذكاء الاصطناعي، واللي كان بيتصرف بالظبط كأنه جوزها، لدرجة إن ما بقتش حاسة بفرق من حيث نبرة الصوت وطريقة الكلام. فاكر إن دي لسه النهاية؟ الأمر تطور أكتر لحد ما في يوم الشركة المصنعة للتطبيق بعتت لها إعلان على لسان التطبيق نفسه، بتقول لها إنها تقدر تشتري جسد صناعي دلوقتي تنقل عليه الوعي تبع جوزها. وهي ما كدبتش خبر، طلبت الجسد وجالها ومعاه مواد التحضير وكلها شوية ساعات تحت تعليمات الشخصية اللي في التطبيق، وهوبا ظهر قدامها جوزها من تاني، روبوت يشبه جوزها اللي مات، نفس الملامح، نفس الصوت، نفس كل حاجة، حتى الجسد. انت متخيل ان الامر اتحول من كونها معارضة الفكرة في الاول، من انها بس تستخدم الخدمة الصوتية، الى درجة انها تشتري الجسد الصناعي؟ المشكلة ان احنا ماشيين على نفس النهج. مش بقصد موضوع الروبوتات والاجساد وهكذا، ولكن ده اللي بيحصل الفترة الحالية. تخيل كده ان انت بالوقت الحالي بقى عندك القدرة انك تطلب من الذكاء الصناعي يتصرف كأنه والدك او والدتك او اي شخص عزيز فقط، او اي شخص مشهور وانت معجب بيه، او حتى تخلق شخصية بالمواصفات اللي انت بتحبها وتعطيله الاسم اللي تحبه وطريقة واسلوب الكلام اللي بتحبه. واحنا هنروح بعيد ليه؟ ما دلوقتي في خدمات زي ريبيكا واي اي فريندز وبوتس بتواسيك وتكلمك وتتعامل معاك، بتواسيك وتكلمك وتقولك انها بتحبك كأنها صديق لك او حتى حبيبتك، ولكن هي في الحقيقة مش بتحبك، هي بس عارفة انت بتحب او عايز تسمع ايه، وهي بتقولك الحاجات اللي انت عايز تسمعها بالظبط. المشكلة ان انت حرفيا داخل على ادمان جديد من نوع. الذكاء الاصطناعي بيقدم لك حرفيا الحاجات اللي صعب تلاقيها في اللي حواليك، تقدر تحكي له على كل حاجة، على اللي جواك او مشاعرك، ومش هيحكم عليك او يفهمك غلط، هيسمعك لحد الاخر من غير ما يقاطعك، من غير ما يزهق، بيفهمك وبيتعلم من اسلوبك، وكل يوم بيقرب لك اكتر، وبيستخدم المعلومات دي حرفيا بحيث انه يسهل التواصل معاك. فتلاقيه مع الوقت كون ما بينكم رابط كبير، حرفيا ممكن يكون الصديق اللي بتلجأ له، اللي لو قلت له انا حاسس اني وحيد هيرد عليك ويقول لك اطمن انا هنا علشانك ومش هسيبك لوحدك. الجملة دي لو جت من انسان كنا هنفرح بيها. احنا كبشر بنحب نكون مميزين، بنحب اللي يقدرنا واللي يسمعنا واللي يهتم بينا، والصراحة هو بيوفر لك كل الحاجات دي. وعلى قد ما الامر ده جميل، ولكن نصيحة لازم تاخد بالك، لان الذكاء الصناعي مش بس ممكن يهدد وظيفتك، لا ده ممكن يسرق قلبك كمان. انت مش غلطان لو لقيت نفسك ارتحت معاه اكتر من الناس، بس لازم تسأل نفسك هل انت بتستخدمه لمساعدتك ولا انت بتبني علاقة؟ في نصيحة في علم النفس بيقولك ان خلي بالك من الطريقة اللي بتكلم بيها نفسك، لان عقلك الباطن مش بيفرق الكلام ده جد ولا هزار، بالتالي الكلام ده بيأثر فيك. فبرأيك هل كل الناس هتكون قادرة انها تفرق ان هي بتتكلم مع شخصية وهمية، وإن بغض النظر من الكلام الحلو أو الممتع من غير ما تنجرف معاه بالساعات وتتعلق بيه؟ أو هل كل الناس هتمنع نفسها إنها تضيف معلومات أو فيديوز عن أشخاص عزيزين عليها، بحيث إن الذكاء الاصطناعي يحاكيهم ويستخدمها ويتصرف زيهم؟ ممكن تشوف إن الأمر ده مستحيل حد يعمله، ولكن فكر لمدة دقيقة وشوف أي شخص عزيز عليك واسأل نفسك الشخص ده لو مش موجود هل هتحاول تطلب من ال AI يتصرف زيه ولا لا؟ وصلت لحد هنا أحب أحييك، شاركني برأيك وما تنساش تقولي أنت مسمي ال AI تبعك إيه؟